بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقه من الملح، هنقلبها. معايا معلقتين من السكر كده، معلقتين 3 معالق من السكر. معايا باكت خميره كده. قلبنا بقى الملح اهوت. معايا 2 من الزبادي، معلقه من الزيت. طبعا هنقلب ده كله بقى مع بعض اهو. ومعايا الخميره اهيت للسكر، وكده هنقلب بقى مع بعض اهو. ده نص كيلو من الدقيق كده اهو. طبعا هنشيل ايدينا بقى المعلقه ونعمل بايدينا. طبعا احنا ايدينا نضيفه كده اهو. تبتدي تعجني كده اهو. لو احتجتي ميه طبعا هنحط ميه. كده نعجن بقى ونطول الدقيق مع بعض. احتاجنا ميه، انا معايا مج من الميه الدافيه اهو. هنحط كده بالراحه شويه بشويه على حسب الدقيق بتاعنا. عايزين كده نطول الدقيق. شكلنا مش هيحتاج ميه تاني، احنا خدنا يا دوب نص مج من الميه كده اهو. تدعكيها كده نجيب اللي تحت كله كده اهو. كده في الاخر بقى معايا معلقتين من السمنه اهوت، هنحطهم كده. العجينه معايا لينه شويه، هحط معلقه من الدقيق كده، معلقتين اهوت كده. ما نقعدش على كده كده. بعد ما شطفنا ايدينا يا جماعه، العجينه معايا اهي، شايفين اهي لينه وبتلزق بسيط، لينه وبتلزق بسيط اهي، شايفين اهي. هنحطها بقى هنا كده ونسيبها تخمر، نحط عليها ونسيبها تخمر. وحطينا الطاسه على النار دلوقتي، معاهم شويه زيت، كام معلقه من الزيت. وهنحط دلوقتي الصلصه او الطماطم اللي احنا ضاربينها في الخلاط عادي خالص، طماطم عاديه جدا. بعد كده هنجيب معلقه من الصلصه اللي هي البيور اللي في العلب او البطرمانات دي، اللي احنا هنستعملها في الاخر عشان تدي اللون وتعزز الطعم اللي الطبق اهو. هنحط دلوقتي بقى معاكم، هنبتدي نحط بقى البهارات بتاعتنا. معايا معلقه كبيره من الثوم البودر اهي قدامكم اهي. هحاول اقلبها كويس جدا في قلب الطماطم عشان ما تلزقش يا جماعه في الطبق، علشان هي بودر، انا ما عملتش توم فريش. هحط بقى معلقه من الكمون او البهارات السبعه، عشان انا ما كانش عندي كمون، انا عندي بهارات 7. وهحط معلقه من الملح وهقلب كويس واسيبها تتسبك على نار هاديه. وبعد كده تكون الصلصه بتاعه البيتزا جاهزه معانا، وهيكون طعمها روعه روعه يا جماعه. متقلقوش اننا عاملينها بتوم باودر. ماشي يا جماعه، يلا بينا. وكده يا جماعه خدنا معايا تونه اهوت، خدنا منها البطرمان اللي احنا عاملينه من التونه اللي احنا عاملينها في البيت، شايفين شكلها اهو. احنا خدنا منها بقى عشان هنحشي البيتزا. معايا الحشوات، معايا فلفل، معايا جبنه، معايا زيتون، ومعايا طماطم. وطبعا التونه دي رئيسي يعني، ديت بيتزا التونه النهارده بنعملها عشان شم النسيم اللي ما بياكلش بقى معايا رنجه وكلام من ده، ما هعمل له بيتزا التونه اهوت. ومعايا طبعا الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي ديت الحشوات. بس بقى على العجينه، شايفين خمرت اهو يا جماعه. نسيبها كده، نطلع الهواء منها الاول. وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعه اهو، طلعنا منها الهواء اهوت. وطبعا هنجيب رشه من الدقيق كده، ناخدها على جنب، رشه من الدقيق كده. والرخامه بتاعتنا نضيفه طبعا. ناخد كده اهوت، ناخد نص العجينه ونحطها
معايا اهو، شايفين يا جماعه اهو. هي المفروض اخدها وتتقطع على طول، بس انا هفردها وهنقطعها، هنعمل اشكال من البيتزا يعني. انا هجيب رشه دقيق اهوت كده، وهنبططها مع بعض ونقطعها اشكال مع بعض. بس انا هغسل ايديا الاول وارجع لكم تاني. كده يا جماعه نفردها مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين. العجينه اي مخبوزات بتبقى لينه. نقطع مع بعض كده اهو، اشكال يعني الاولاد يفرحوا بيها اهو. شايفين يا جماعه اهو، هنقطعها مع بعض كده. وطبعا الصاج بتاعنا مدهون، انا دهنته. نلم العجينه كده اهو بالراحه. الصاج بتاعي مدهون اهوت. هناخد بقى البيتزا كده اهو، شايفين يا جماعه اهي على شكل ورده، اللي العيال يفرحوا بيها، اولادنا يفرحوا بيها وياكلوها. طبعا ندخلها عن بعضها شويه عشان هي هتطلع دلوقتي معانا اهو، شايفين. نعمل تاني ونرجع لتاني اهو. وكده يا جماعه بقى يلا هنحط مع اهوت الصلصه كده على كل واحده كده صلصه. شايفين يا جماعه بكل سهوله اهيت. وطبعا بقى كل سنه وانتم طيبين، شم النسيم بقى وايه، واللي ما بياكلش الرنجه عملنا له بالتون، بزيت التون. معايا التون اهوت، هنحطها بقى تون اهو. شايفين يا جماعه التونه دي احنا عاملينها في البيت. كده شايفين دي بالتونه، ما بتحطلهاش طبعا طماطم، لان الطماطم هتبين زفاره التون، فما بتتحطلهاش طماطم، شرايح طماطم. كده بقى نعمل التانية اهو. شايفين يا جماعه خمرت ورفعت على طول ازاي، لان العجينه مخدومه صح. دي بقى هنعملها ايه كمان اهو، زي ما خرجت العجينه صح. دي معناها ايه بقى انا هيك خلاص نسيت صح طيب ده وكده يا جماعه شايفين كده خلصنا البيتزا اهوت. عملنا ميني بيتزا وكبيره شويه احجام يعني للي عايز. شايفين يا جماعه دي بالتونه، دي بالجبن اهوت للي حابب. شايفين يا جماعه اهو، اي اشكال بقى انت تزوقها براحتك كده، وحطي الحشوات اللي تعجبك كلها. ده من نص كيلو دقيق. شايفين عملنا كميه قد ايه؟ شايفين احنا كده بنوفر وندبر. شايفين يا جماعه اهو، ده عشان شم النسيم يا جماعه، اللي ما بياكلش عندنا الرنجه عملنا له بالتونه، بيتزا التونه ده للفطار مع البيض. وطبعا شايفين يا جماعه اهوت عملناها بكذا شكل. شايفين الشكل ده عملناه اهوت، شايفين خبزها بسم الله ما شاء الله. وبرده عملناها بالشكل ده، شايفين ميني بيتزا. طبعا برده اهيت عاوزه اوريكم خبزها. شايفين يا جماعه خبزها اهو، شايفين هنفتحها برده مع بعض. وطبعا عملنا الكبير اهي، شايفين شايفين الطراوه، شايفين طراوه الحاجه البيتزا اهو. هناخد واحده بقى نقطعها مع بعض. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شايفين هشه ازاي وطريه ازاي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه ده.